السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أبرينديموس إسبانيول. الدرس الرابع من سلسلة تعلم اللغة الإسبانية بالدارجة غادي يكون حول los pronombres personales de sujeto، أي الضمائر الشخصية. أول حاجة غادي نشوفو شنا هما los pronombres personales de sujeto. شنا هما هاد البرونومبريس، ليش كيتحتاجو؟ عندنا في اللغة الإسبانية كسائر اللغات كيكون الفعل بالإسبانية هو verbo. الفيربو كيكون الفعل، هاد البرونومبريس بيرسوناليس دي سوجيتو كيجيو باش يبينو لينا شكون هو الشخص اللي قام بهذاك الفعل. كي بيرسونا رياليزا لا اكسيون، شكون هو الشخص اللي قام بهذاك الفعل. ما يسمى بصيغة أخرى el sujeto، يعني الفاعل. بخلاصة los pronombres personales de sujeto كيجيو باش يبينوا لنا شكون هو الفاعل اللي قام بواحد الفعل. دابا غادي ندوزو نتعرفوا على هاد البرونومبريس بيرسوناليس. اول برونومبري هو جو واللي كيعني انا، جو. ثاني برونومبري هو تو واللي كيعني انت، تو، انت. عندنا ال واللي كيعني هو، ال. ثم ella واللي كيعني هي. عندنا nosotros كيعني نحن، nosotros حنا. وعندنا الفيمينينو ديالها هي nosotras واللي باللغة العربية حتى هي نحن. العربية نحن كتستعمل الجمع المذكر والجمع المؤنث. ثم عندنا vosotros هي أنتم، vosotros كتستعمل فاش كيكونوا عندنا ابتداء من جوج الأشخاص. في اللغة الإسبانية ماشي فحال اللغة العربية، حنا عندنا أنتوما، هنا جوج ديال الأشخاص كيتعتبروا أنتم، بوسوتروس أيضا كتقال فاش كيكون عندنا ابتداء من جوج الأشخاص وعلى الأقل واحد فيهم كيكون ذكر. مثلا عندنا مجموعة فيها جوج النساء أو 3 النساء وفيها ذكر واحد كنستعملوا بوسوتروس. المؤنث ديالها هو بوسوتراس هي أنتن، بوسوتراس. ellos هي هم. ellas المؤنث ديالها، ellas هو هن، ellas. هنا جمعت لكم ملخص حول لوس برونومبريس بيرسوناليس بالمعنى ديالهم باللغة العربية. وهنا صنفتهم على جوج المجموعات على حساب واش سينغولار ولا بلورال. سينغولار هي المفرد بالإسبانية وبلورال هي الجمع. عندنا جو كتسمى بريميرا بيرسونا سينغولار، تو سيغوندا بيرسونا سينغولار، ella tercera persona singular, nosotras primera persona plural, vosotras segunda persona plural, ellas tercera persona plural. آخر حاجة غادي نشوفوها هي أن تو وفوسوتروس أو بوسوتراس عندهم واحد المقابل ديالهم في اللغة الإسبانية هو أوستيد وأوستيديز. غادي نشوفو كل وحدة فين كتستعمل. عندنا تو وفوسوتروس كيتستعملو في لاس ريلاسيونيس دي كونفيانسا. شنو معناتها؟ هي كنستعملوهم في العلاقات اللي كيكونوا مقربين لينا، يعني الناس اللي كنعرفوهم، بحال تقول الناس اللي مداصرين معاهم. بخلاف أوستيد وأوستيديس كيستعملوا في لاس سيتواسيونيس فورماليس، يعني في الحالات كيتسموا هما صيغة الاحترام، يعني في الحالات اللي كيكون شي شخص ما كنعرفوش اولا كنكنوا ليه
واحد الاحترام. المهم كيكون مع شي شخصيه اللي ما كنعرفوهاش، كتسمى هذه الصيغه ديال الاحترام. يعني تو كترجع استاذ مع شي حد ما كنعرفوش، واستاذ هي بمعنى حضرتك. بوسوتروس او لا بوسوتراس مع شي شخص غريب كنستعملو استاذيز، واللي هي حضرتكم. لهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويفيدكم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب يعني الاشتراك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بطبيعة الحال الا عجبكم الفيديو ديروا جيم. نخلي لكم صندوق الوصف دروس السابقة باش اللي ما شافهاش يقدر يمشي يطالع عليها. شكرا، استا برونتو.